يا مساء الخير، يا رب تكونوا بخير دايمًا وفي أحسن حال. رجعنا لموسم جديد، بودكاست. هنتكلم النهارده معانا حلقة دسمة جدًا ومليئة بالمعلومات، وهتفيد جدًا شباب زراعة سواء اللي بيدرسوا أو لسه خريجين فريش. مع الباشمهندس حفناوي. حقيقي إحنا سعداء جدًا بوجودك معانا يا باشمهندس، والمايك دلوقتي مع أهلا أسعد حضرتك. الله. يعني عرفنا الأول بنفسك في البداية، ونبدأ بعدين الأسئلة البودكاست إن شاء الله. طبعا أنا ينورني ويشرفني وجودي في البودكاست الجميل ده. تسلم يا وأنا باشا. يعني شاب زي أي شاب. أنا اسمي الحفناوي محمد رضوان، طالب بالفرقة الرابعة كلية الزراعة جامعة المنوفية، قسم بدايات. الحمد لله أنا بدأت المشوار بدري من وأنا في سنة تانية. اشتغلت في محل مبيدات ونزلت مزرعة ونزلت مشاتل. بالإضافة إن أنا زرت العديد من الشركات، وكمان خدت تدريبات في شركات زي كفر الزيات والهيلجو جروب والكورتيفا، وكمان ايجيبت جيم انترناشونال. والحمد لله يعني كمان اتطورت في صناعة الحياة لمدة سنة في تيم البي ار بابليك ريليشن. وكان لي الفرصة إن أنا اتواصلت مع شركات، والحمد لله اللي أنا جبتهم الكلية يقدموا إيفنتات مهندسين من الشركات. والحمد لله عندي محتوى زراعي على السوشيال ميديا، الفيس ولينكد ان واليوتيوب وخلافه. وبنحاول ننشر وعي للطلبة يعرفوا ايه هو كلية زراعة ومجالات فرص العمل وازاي يتأقلموا معاها والكلام ده كله. وبالإضافة ده كله يعني إن مستواي إلى حد ما متوسط، الحمد لله تقديري جيد جدا، بالإضافة لكل السي في يعني بتاعي وبس. ما شاء الله، ما شاء الله، بالتوفيق يا هندسة. بما إنه ذكرت إنك يعني نزلت شركات أو احتكيت بسوق العمل أكتر، فممكن يعني تقولنا إيه المهارات اللي لازم تكون عندي أنا كطالب زراعة أركز عليها أثناء الدراسة؟ المهارات اللي أنت لازم تركز عليها، أول حاجة اللي أنت تبدأ في حتة السوشيال نتورك. ازاي تمام. تبدا تتواصل مع الشركات، ازاي تبدا تتابعهم على السوشيال ميديا. يعني تمام. بالمعنى ابدا انت بالمبادره ان انت تعرفهم عشان بعد كده هم يعرفوك. ديت مهاره قليل جدا او قليل جدا فعلا اللي يشتغل عليها. كمان حاجه السوشيال ميديا في العصر ده بقى مهم جدا ان انت يكون لك محتوى على السوشيال ميديا عشان تظهر وتطلع معلوماتك. في ناس كتير عندها معلومات بس ما بتعرفش تظهرها ولا بتعرف تطلع تتكلم، فده بيؤدي الى ان هي بتنتشر، وناس تانية بتظهر وما عندهاش اي معلومات. يعني واحد زي انا مثلا، الحمد لله انا معلوماتي بسيطه، بس قدرت ان انا اطلع اثر في السوشيال ميديا. الحمد لله تواصلت مع شركات واصحاب شركات، بس يعني الحمد لله بفضل من ربنا. وده كان اللي بيخليني اروح تدريبات وزيارات واتكلم من خلال السوشيال ميديا. كمان حته تنظيم الوقت. تنظيم الوقت مهاره مهمه جدا لاي طالب في اي جامعه، ان انت ازاي تنظم يومك من خلال المذاكره، من خلال تتعلم مهاره جديده، من خلال ان انت تبدا تتطوع، من خلال ان انت تكون عندك تاسكات تبدا تعملها على مدار اليوم، وفي نهايه اليوم تبدا تعلم صح 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 على اللي انت عملته. طب واللي انت ما عملتوش تعرف ليه ما عملتوش، عشان بعد كده اليوم اللي بعده تبدا ان انت تعدله وتعمل اللي احسن منه. كمان مهاره دي اللي انا بشوفها لازم تكون اساسيه معاك، علم نفسك بنفسك. مفيش حد بيعلم حد الفترة ديت، خلاص. انت اللي لازم تبحث وتتعلم وتدور على المعلومة عشان تكون انت اللي بتطور نفسك بنفسك. مفيش حد بيساعدك، لان مفيش حد بيساعد حد الا القليل جدا. وده هتعرفوه اكتر في لما تتخرجوا ان شاء الله في سوق العمل. مفيش حد بيدي معلومة لحد ببلاش، لازم المعلومة مقابلها معلومة او معلومة مقابلها حاجة. ديت برضو من الحاجات اللي كانت قابلتها انا شخصيا. كمان حاجه، طول ما انت طالب اعرف ان الناس هتساعدك وهتدي لك ايديها. اول ما تتخرج لا، كل هيسحب ايده من عليك. انت اجتهدت وذاكرت وقدرت تجمع معلومات، هتبدا فعلا ان انت تكمل وتواصل. ما جمعتش وما بقاش عندك معلومات انت هتقع. يبقى الفكره كلها من خلال المهارات اللي لازم تكون عندك، غير بقى طبعا الكورسات ان شاء الله نبقى نتكلم فيها بعد كده. تمام. تمام، جميل جدا. طب إزاي أنا يعني إزاي دلوقتي أنا كطالب أختار التخصص المناسب ليه؟ لأنه زي ما حضرتك عارف طبعًا الهندسة تخصصات كتير جدًا، فأنا إزاي أختار بقى التخصص المناسب ليّا؟ هل هو وقاية، هل هو اقتصاد ومجتمع ريفي، هل هو أراضي ومياه؟ فإيه ممكن النقاط الأساسية اللي على أساسها أحكم إن أنا أقول فعلًا إن أنا مثلًا التخصص ده مناسب معايا أو أكمّل فيه؟
هل بيكون على معيار مثلًا معيّن على سوق العمل فعلى أساسه أختار، والّا لأ يُفضّل إن أنا أدخل حاجة أنا حاببها علشان أكمّل فيها وأنجح؟ فوجهة نظرك يعني في النقطة دي؟ طبعا احنا عندنا في الكلية تخصصات كتيرة جدا، حوالي 13 تخصص. منها تخصص هندسة زراعية للطلبة اللي خلصوا ثانوية عامة عن طريق شعبة علم الرياضة، ده تخصص أساسي لهم ملهمش أي تخصصات تاني. أما بالنسبة للطلبة اللي بيخلصوا شعبة علم علوم، فلما بيجوا فعلا يتخصصوا بيبدأوا يتخصصوا من سنة تالتة أو سنة رابعة، أو في كمان كليات بتبقى شعبة عامة ل4 سنين ما بيعرفوش يتخصصوا، فهم اللي بيخصصوا نفسهم من خلال المهارات أو المجالات اللي هم شايفينها في سوق العمل بره، وهم هيشتغلوا في إيه وهيعرفوا يقدموا إيه. فبالفعل حته التخصصات دي بتفرق قوي 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 بالنسبه لناس كتير، ولكن الواقع اللي احنا عايشينه دلوقتي ان انت لما بتتخرج من كليه زراعه بالنسبه للشباب، اي تخصص بالنسبه لك انت كده كده خريج كليه زراعه، اي فرصه عمل هتجيلك هتشتغل فيها. فالتخصص مش شرط اساسي، ولا ان اللي احنا بنقول التخصص مطلوب. التخصص مطلوب ليه؟ علشان العلم لما بيتحوله لحاجه تطبيقيه او حاجه فعلا حاجه اكاديميه حولتها لتطبيقي، دي بتكون القوه الكامنه في تخصصك. اما بالنسبه للبنات، لا، البنات فعلا بيحتاجوا التخصص، لان مش كل التخصصات مناسبه لهم بعد كده في سوق العمل. يعني مثلا دلوقتي التخصصات احنا هنقسمها بالنسبه للشباب وللبنات. هبداها بالبنات لان هم الاسهل. البنات عندها مثلا تخصصات زي صناعات وشعبة وقاية، دول اكتر تخصصين اللي هم فيها فرص عمل. كمان البيوتكنولوجي. اما تخصصات مثلا زي تأجيني وحيواني واراضي ومحاصيل، لا. ليه؟ مش هتنزلي مزارع، مش هتتعاملي مع عمال، فبالتالي دي تخصصات كده مش مناسبه ليكي في سوق العمل لما تتخرجي، فهتفرق نفسك ان انت خدتيها شهاده وخلاص، او هتطوري نفسك في بعض المهارات التانيه اللي تخليكي بعد كده مناسبه لاي مكان تدخلي فيه، مش شرط بقى تخصص، هي هتبقى مهاره انت بتتعلميها وبتقدميها. اما بالنسبه للشباب، الشباب اي تخصص انت هتشتغل فيه، ولكن في تخصصات بنقول عليها فرص عملها اكتر. وليس السؤال اللي دايما بيتقال او بيتقال انا شخصيا على السوشيال ميديا اللي هو ايه احسن تخصص في كليه زراعه. كل التخصصات كويسه، عدا التخصصات النظريه. التخصصات النظريه اللي هم ارشاد واقتصاد. ارشاد واقتصاد احنا عندنا في كليه علميه وعمليه، فالتخصصات النظريه عندنا في المجال لحد ما فرص عملها مش موجوده، فبالتالي الخريجين بيضطروا ان هم يروحوا يتعلموا حاجات في التخصصات التانية. زي مثلا واحد خريج ارشاد بيروح يتعلم مثلا المبيدات عشان يشتغل في شركات المبيدات، اذا كان دعم فني او مبيعات، وطبعا بيشتغل مبيعات. او ينزل مزرعه ويبدا من اول وجديد، اكنه داخل الكليه من سنه اولى وبيبدا يتعلم تسميد ويتعلم ري ويتعلم مكافحه ويتعلم وقايه وخلافه. فبالنسبه بقى للتخصصات عشان نختم الجدال، انا دلوقتي بحدد تخصص على هدف ايه، على حسب بعض العوامل اللي عندي. اول حاجه عامل المنطقه الجغرافيه. انا دلوقتي ايه المحافظه اللي انا فيها او البلد اللي انا فيها، هل عندي امكانيه ان انا اقدر اسافر محافظه ثانيه واشتغل فيها. يعني انا مثلا دلوقتي في اسكندريه، هل اقدر اروح مثلا القاهره؟ هيكون مشوار بعيد ومده زمنيه اطول ومجهود، فبالتالي بتبدا تتحسب على ذلك. اول حاجه المنطقه الجغرافيه، منطقتك. يعني مثلا الشباب مثلا اللي في البحيره انا بقول لهم ادخلوا بساتين او وقايه. ليه؟ كلها مزارع، فبالتالي ده مجالك. ادخل بساتين اللي هو تبع الفاكهه او الخضر او الزينه، او ادخل وقايه تبع المكافحه، تمام. اذا كان بقى امراض او حشرات او مبيدات. طب دي اول حاجه. طب لو واحد بقى مثلا اسكندريه، لا، البنات مثلا اقول لها ادخلوا صناعات. ليه؟ المصانع جنبهم، مش هينزلوا مزارع ولا هيضطروا يسافروا منطقه جغرافيه، والبنات كمان ما عندهمش امكانيه ان هم يسافروا من محافظه لمحافظه، فبالتالي بيحبوا يختاروا التخصص اللي بعد كده هيشتغلوا فرص عمل جنب محافظتهم، جنب بيتهم بالمعنى. تمام. دي اول حاجه المنطقه الجغرافيه. تاني حاجه بلاش حده الميول، لان للاسف دلوقتي كلنا بقينا ماشيين على مبدا فرص العمل لما تتخرج ايه اكتر تخصص ليه فرص عمل، فبالتالي هيبقى وقايه وهيبقى صناعات وهيبقى بساتين، وده واجب. طب اراضي وحيواني لهم فرص عمل ليهم، بس ظروف العمل بتاعتهم بتكون اصعب شويه. مثلا اراضي بيدخل في حته المزارع، عندهم مجالات تانية زي اللاندسكيب وزي الهيدروبونيك وزي الفيرم كومبوست وزي شركات الاسمده وخلافه. دي بقى بتتطلب مهارات تانية، وبتتطلب بقى الواحد ينزل لازم يشتغل وياخد كورسات ويطور نفسه عشان يدخل في المجالات دي، لان المجالات دي تعتبر دلوقتي من المجالات الحديثه والمجالات الصعبه، مش اي حد يقدر يدخل فيه. انما المزارع لا، المزارع عامه كده كده انت بتدخل وتبدا تتعلم تحت ايد مهندس هناك او استشاري يبدا يتابع المزرعه، فانت بتاخد منه التعليمات وتبدا تنفذها.
انما مثلا بقى حيواني طبعا المزارع كلها فين؟ المزارع كلها في الصحراوي. فانت لو واحد قابل ان انت مثلا تروح تشتغل في المزارع ديت وتقعد الايام وفي الجو اللي هو الصحراوي، تمام، في ناس بتقبل جدا. انت مش بعيد طبعا ان انت ممكن اصلا تسافر ان شاء الله بالتخصصات ديت وتشتغل بره زي دول الخليج. في قسم انتاج حيواني ليه فرص عمل كتيره قوي في الخليج. فديت المبادئ اللي بتحدد على تخصص. طبعا بقى كمان الكليه بتجبرك على تخصصات معينه على حسب تقديرك. احنا عندنا تخصصات كتيره بس على حسب الجي بي بتاعك تبدا تختار تخصصك. فعشان كده بتبدا تذاكر، لازم تذاكر وتجتهد وتعمل عليك في خلال الشعب العامه اول سنتين انت التخصص عندك من سنه ثالثه عشان تبدا تختار تخصص مناسب ليك واللي يريحك وبس. جميل جدا يا هندسة. طب دلوقتي هنفترض ان انا دلوقتي لسه خريج فريش، تمام؟ فأول حاجة لو هنزل شغل، ايه يفضل انزل مثلا مزارع في دواجن ولا انزل حاجة مثلا خاصة بالمبيدات الاول؟ دي النقطة. فممكن تكلمنا اكتر عنها، يعني من وجهة نظرك شايف افضل انزل انهي تخصص فيهم؟ لو انا مثلا خلاص انا اتخرجت دلوقتي، فاللي هو ممكن نقول لي سوق اكتر، او اللي هو اسهل، او اللي هو فرصه اكتر، وازاي اوصل كمان لفرص عمل موثوق منها؟ لانه للاسف دلوقتي بنشوف في فرص مش بتبقى موثوق منها، او اللي هي بتكون مش افضل حاجة للشخص يعني. بس فازاي اجمع فرص حقيقية؟ دي رقم واحد. رقم اتنين اللي هو انا دلوقتي يعني بخصوص اللي هو قلنا خلينا في الاول نقطة دي اللي هو ازاي اجمع فرص حقيقية. اولا عندنا الفرص بعد كده لما بنتخرج من الكليه كل الفرص موجوده، الفرص كلها موجوده. بس اقرب فرص بتبقى للخريج بالذات خريجين كليه زراعه المزارع دي الفرصه الوحيده اللي مفتوحه للكل. روح واتعلم وابدا اتعلم بالاول الري والتسميد والمكافحه وخد تعليمات من الاستشاري وافهم الدنيا ماشيه ازاي في المزارع، هتبقى الدنيا تمام. طب انت لو واحد فعلا كنت اشتغلت على نفسك وانت طالب، فدلوقتي انت دخلت الشركات بقى بتبدأ فرص تانية بمهارات تانية بخاصات تانية بحوارات تانية. يعني مثلا الشركات عندنا إما دعم فني أو مبيعات. دي شركات المبيدات اللي إنها هي أكتر نسبة شركات موجودة في مصر، ده المعروف. أنا دلوقتي عايز أتعلم مهارات المبيعات السيلز، عايز أتعلم مهارات الماركتينج، عايز أتعلم كمان التكنيكال سكيلز اللي هي المهارات اللي أنا هشتغل بيها. المبيد ده بيعمل ايه؟ ده بتنطف على حشرة ايه؟ ده بتنطف على مرض ايه؟ المادة الفعالة دي بتعمل ايه؟ التناوب ما بين المواد الفعالة وبعضها علشان ما اختارش مادتين يعملوا تضاد لبعض فبالتالي ما لهمش فايدة لأن الاتنين له تأثير بعض. فده كله بقى بيقول إن التخصص ساعات بيبقى مهم، ولكن في الغالب لا. إنما الفرص موجودة. الفرص في المجال الزراعي موجودة، ودي ميزه والحمد لله فضل يعني من ربنا ان مهما كان تطور التكنولوجيا والاي اي والبرمجه وخلافه، المهندس الزراعي لن يتم اخذ مكانه من خلال التكنولوجيا. في مهارات كتير هتنتسب، في مهارات كتير هتظهر. المهندس الزراعي مهاره ثابته مدى الحياه، لان الزراعه هي اساس الحياه. الزراعه يعني امن غذائي، الزراعه يعني كل ما هو يتعلق بالامن الغذائي للانسان، وطول ما الانسان موجود الغذاء موجود. بس جميل جدا يا صديقي. طب ايه الاخطاء الشائعة اللي بيقعوا فيها طلاب زراعة من وجهة نظرك؟ اكبر خطأ ان هم ما يبداوش من هم طلاب، بيستنوا التخرج. مم. واللي يستنى التخرج عشان يطلع يتعلم حاجه ما بيلاقيش او ما بيلحقش، تمام. واي فرصه يروح يقدم عليها يقول له فين خبرتك؟ ايوه. خبرتي زيرو، خلاص روح اتعلم وتعالى. دي فيها من اكبر الاخطاء ان الطلبه بيعملوها. ابدا وانت طالب، ابدا من سنه اولى، من سنه ثانيه، من سنه ثالثه، من سنه رابعه، ابدا من اي سنه. بس المهم ان انت تكون طالع انت معاك خبره ومعاك معلومات تقدر تتكلم بيها، تروح اي انترفيو تقدر تأدي. تاني حاجه ما تعتمدش على دراسه الكليه بشكل اساسي. يعني ايه؟ الكليه والله محتواها جميل وبتعلمنا اساسيات، ولكن اعرف ان ده كله من سنين فاتت. يعني مثلا المحتوى عندنا في قسم امراض النبات احنا عندنا المحتوى من سنه 2000، تمام. من سنه 2000 واحنا سنه 2026. فحرفيا المحتوى متاخر عن مواكبه السوق او الزمن اللي احنا فيه. ابسط مثال خالص، انا كنت في احد السكاشن بقول للدكتور دلوقتي الفطر الفيزاريوم اصبح من الفطريات الاذكيه وموجود في الكتاب اللي هو من الفطريات الناقصه. فلقيته الرد اللي هو رد عليا بيقول لي ايه؟ بيقول لي المحتوى ده هو المقرر عليكم وده محطوط من سنه 2000. طب ماشي، طب ما انا لازم اواكب برضه سوق العمل.
فبرضه من أحد الحاجات اللي أنت لا تعتمد عليها هي الدراسة الكلية بشكل أساسي. لازم بقى تطلع بره، تروح تدريبات، تروح زيارات، تروح تتابع السوشيال ميديا، علم نفسك بنفسك. هي بقى المهارة الأساسية اللي مع أي طالب، وبالأخص في طلاب كلية زراعة. علم نفسك بنفسك، شوف التحديث. يعني مثلا فطر الفيوزاريوم ده أنا عرفته من خلال الفيس، فدخلت طورت وبحثت وأكدت المعلومة. ده فعلا الفيوزاريوم والفطريات الناقصة أغلبها راحت من الفطريات الأسكية والبازيدية. طب ما دي معلومة هما لازم أعرفها. ولو إني بقى كنت أروح مثلا انترفيو بعد ما أتخرج في شركة، فالمهندس يقول لي دلوقتي فطر الفيوزاريوم يطلع فطر إيه؟ لو قلت له الناقصة، طب ما أنا كده سقطت، طب ما أنا كده في نقطة وقعت مني. عليه هو يرد عليا لا ده راح الأسكية. إزاي ومش إزاي ومش إزاي، هندخل بقى في نقاش هيثبت في الآخر اللي أنت ما عندكش معلومات وما عندكش خبرة كافية، فبالتالي تقييمك قل بالنسبة أثناء الانترفيو. كمان خطأ، والخطأ الكبير قوي 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 قوي، لازم تذاكر. أكتر الطلبة في كلية زراعة بيكونوا داخلينها تقضية واجب، أو بيكونوا بقى داخلين مخلصين ثانوية عامة، فدي مش الكلية اللي هي كانت على بالهم ولا كانت على خاطرهم، فدخلوا الكلية فبيكونوا تعبانين نفسيا ومحطمين وكل حاجة. لا، خدها إن ربنا اختار لك المكان ده، فلازم تعمل اللي عليك وترضى بيه علشان بعد كده توصل لمستوى كويس. وذاكر علشان فعلا يكون عندك خبرة ومعلومات كويسة تقدر تتكلم فيها. ذاكر واجتهد، ذاكر واجتهد واعمل اللي عليك، لأن الكلية فعلا محتاجة مجهود، مش من الكليات السهلة. لا أنا مش هقدر، عمري ما أقدر أقول لك الكلية سهلة، لأن لو سهلة كان زمان أنا بقى جايب بقى امتياز. لا الحمد لله ده جيد جدا. بس فعلا لأن أنا خلطت ما بين المحتوى التطبيقي والمحتوى الأكاديمي، اللي هو أنا نزلت يعني اديت وقت عن وقت المذاكرة، فبالتالي حصل خط. فأنت لازم تذاكر وتجتهد وتعمل اللي عليك وترضى بربنا كاتبه لك وبس. تمام يا صديقي، تمام. طب هل العمل الحر متاح في المجال الزراعي ولا مش متاح من وجهة نظرك؟ المجال الزراعي هو أساس العمل الحر. دلوقتي أغلب الاستثمارات في مصر هي استثمارات في المجال الزراعي، زي ما تمام. احنا بنشوف كده استصلاح أراضي بمشاتل، مزارع، مصانع، شركات، تمام. محلات مبيدات، مزارع دواجن، مزارع حيواني، معامل تحليل لمنتجات مبيدات، معامل تحاليل طبية. المجال الزراعي هو أساس العمل الحر فعلا. اللي عايز يدخل أي بزنس خاص من بدري ويكون عنده الإمكانية اللي هو يفتح بزنس خاص، يدخل المجال الزراعي، يدخل كلية زراعة، هيلاقي فرص عمل كتير. كمان حاجة اسمها تربية تيتان الحرير، طب ما ده في المجال الزراعي. تربية نحل العسل، طب ما ده في المجال الزراعي. محل المبيدات اللي موجود في أي قرية وفي أي محافظة، طب ما ده في المجال الزراعي. مزارع الدواجن، طب ما ده في المجال الزراعي. حرفيا هو أساس العمل الحر. بس كل عمل محتاج دراية وعناية وتركيز، وتعرف انت داخل على ايه وايه المتطلب منك. يعني مثلا انا هعمل مزرعة، تمام، دلوقتي انا عايز اعرف الدواجن دي هتتعمل ازاي وهتتربى ازاي والتهوية ازاي والحرارة ازاي. مش اي حاجة كده بتدخل فيها وخلاص، لا، كل حاجة وليها مبادئ وليها لازم تعرفها وتتعلمها وتفهم اساسيات عشان بعد كده تعرف تبقى شاطر ومتمكن منها، عشان ما تخسرش. لان برضو مهما كان انت كنت معاك الامكانيه الماديه، اقل حاجه توقعك، وبالذات المجال ده، لان المجال ده معتمد اكتر على الظروف المناخيه. زراعه يعني طقس، فحرفيا لازم كده. تمام يا صديقي. طب لو رجع بك الزمن تختار الزراعة تاني ولا؟ 100% هختار زراعة تاني. حرفيا هو ده أقرب، وأنا أصلا كنت داخلها علشان أنا كان ليا فرصتين، إما فرصة سفر أو فرصة إن أنا أخلي في مصر. فلما جيت أبحث عن الفرص اللي موجودة، كده المايك شغال. اه تمام يا صديقي، تمام. فلما جيت ابحث عن الفرص اللي موجوده في مصر وفعلا اقدر اشتغل منها، وفرص موجوده ومتوفره بعد ما اتخرج، لقيت مجال زراعي. وبالعكس كمان انا اشتغلت من وانا طالب، فمسكت فلوس من وانا طالب، فده مجال خلاني امسك فلوس من وانا طالب امال لما اتخرج. وكان بالنسبه لها في سنتها مرتب كويس. المرتب ده انا كنت باخده اثناء ما كنت بشتغل في المصانع، فكنت مبسوط صراحه، وفعلا كنت بشتغل وانا مبسوط. هي الفكره كلها فعلا في كده. تمام يا صديقي، تمام.
طب هو طلب أخير، يعني هاخده منك طلب، بعدين المايك هيكون معاك، بحيث أي حاجة حابب تتكلم فيها مع الشباب، نصيحة ليهم في جزئية حابب تتكلم معاهم مثلا عن نقطة المبيدات، نقطة المشاريع. فبس طلب أولاني هستأذنك بقى، محتاج منك اللي هو لينكات أو مصادر ممكن تساعد الشباب في تطوير مهاراتهم. يعني مثلا لو في أماكن ينزلوها تدريبات، أماكن نزلتها، فممكن نسيب لهم اللينكات دي في الكومنتات كشركات مثلا او مزارع، سوء وسائل التواصل لها دي لو متاح طبعا نشاركها، او لينك صفحات، او لو في كورسات ممكن يحضروا ويستفيدوا. طبعا اللينكات الخاصة بيك هنسيبها اكيد علشان يتابعوك ويستفيدوا من المحتوى اللي بتقدمه. فالمايك دلوقتي معاك، بحيث لو حابب تمام جدا. اللينكات سهله جدا، ولكن دلوقتي كليه زراعه على حسب التخصص، فانا مش هقدر افيد قوي غير في تخصصي اللي هو شعبة وقايه، مبيدات وامراض وحشرات. ممكن شويه في البساتين، انما الصناعات انا ماليش اختلاط بها قوي. ولكن في ناس موجوده في المجال ممكن مثلا اقول لكم عليهم، فعلا هتفيدكم وهتتعلموا منهم. انما من ناحيه التدريبات والكورسات، انا بالفعل بنزل فعلا تدريبات للشركات، اعلانات عندي على اكونتات ممكن تستفادوا منها. وغير كده ممكن تبحث على لينكد ان، لان برضو من الحاجات الاساسيه اللي انت لازم كطالب في كليه زراعه تعملها وتشتغل عليها، ان انت يكون عندك اكونت ناشط على لينكد ان. الاكونت ناشط على لينكد ان بيخليك تتابع المجال بتاعك بشكل واسع، بتتابع الشركات. كمان الفيس، تابع الفيس الشركات موجودة عليه وبتنزل منشوراتها وبتنزل إعلانات وبتنزل منتجات، ده كله لازم نتابعه وتشوفه. كمان حاجة الكورسات، احنا في المجال بتاعنا بالنسبة لوقاية نبات مفيش كورسات. احنا كورساتنا هي الدورات اللي بنروحها في مراكز بحوث او بننزل تدريبات في شركات، او بناخد مثلا نسمع سيشنات اونلاين على بعض الجروبات التليجرام. ان شاء الله ممكن ابقى ابعت لكم لينكاتها. الجروبات ديت بتعمل سيشنات مع دكاتره ومع مهندسين بيكلمونا فعلا عن التخصصات بتاعتهم. اما بالنسبه للصناعات دي كل الكورسات، صناعات كلها كورسات، كورس جوده، ايزو، جي ام بي، هاز، الهيجين وخلافه. ديت على فكره الكورسات دي متوفره ومتوفره اونلاين واوفلاين. بس برضو انا ما اقدرش ان انا اتكلم على مراكز تاخدوا فيها، لان انا مش تخصصي، فما عنديش مراكز معتمده اللي انا اقول لكم عليها. انما مثلا انا مثلا في تخصصي في شركات بتعمل تدريبات زي مثلا شركه كفر زيت للمبيدات، كل سنه بتعمل تدريبات. وفي تدريب متاح السنه دي على فكره، متوفر من شهر 7 لشهر 9. تقدر تقدم من دلوقتي وان شاء الله يتم قبولك. كده كده الحمد لله الكل بيتقبل، واي تخصص عامه. يعني شركه كفر زيت ما بينتقاش في التخصص، اي تخصص حتى لو معهد تعاون زراعي، عشان طلاب المعاهد بيقولوا احنا ملناش تدريبات ملناش كورسات. لا، شركه كفر الزيت بالتحديد. كمان شركه سنجنتا بتدريب كل سنه، ولكن تدريب يعني التدريب ولكن هي بتعمل تدريب كل سنه وبيقدموا لها طلب من مستوى الجمهوريه كلها وخلاف. كمان عندنا ثانيه واحده. تمام. انا معاك. تمام، الصوت واضح، الصوت واضح. بس كان في حد بيرن. آه، اما شركه سنجنتا بتعمل تدريب كل سنه والدنيا بتبقى تمام. عندنا بقى كمان مثلا شركات زي توترا السيراميك الدوليه، ايجيبت جيم انترناشونال، دي كلها بتعمل تدريبات وساعات بتعمل زيارات. يعني احد الشركات اللي رحتها زياره وكانت معرفه شخصيه برئيس مجلس الاداره الدكتور كريم، هي شركه ايجيبت جيم انترناشونال. الهيلب جروب كذلك بتعمل زيارات، بتعمل تدريبات. والحمد لله احنا حتى الان احنا الكليه الوحيده والدفعه الوحيده على مستوى الجمهوريه، دفعه زراعه كامل المنوفيه اللي خدت تدريب في الشركه. وبفضل ربنا هو كان برضه تواصل مباشر مع رئيس مجلس الاداره باشمهندس عبد الرحمن السماحي. تمام. وخدنا شهاده، ودي كانت شهاده من اكثر الشهادات اللي انا بعتز بيها قوي. كمان حاجه، في دوره في مديريه الزراعه في اي محافظه من اللي انت بتواجد فيها اسمها دوره تاهيل مطبقي المبيدات. دي برضو انت تقدر تقدم عليها. وعندنا الحمد لله في كليه زراعه المنوفيه اعتقد كل الدفعه خدوا الدوره دي. دوره مهمه وفعلا بنتعلم فيها بعض الحاجات. وغير كده شهاده وبتتحط في السي في وبتقوي السي في بتاعك. يعني وفي طبعا بقى دواجن طبعا ملهاش كورسات ملهاش دورات. دواجن انت لازم تنزل المزرعه وتشوف التهويه بعينك والحراره بعينك والمعامله بتاعه الكتاكيت والحقن والتحصين والكلام ده كله لازم تشوفه بعينك.
ما فيهاش خالص حتة اللي هي كورسات وأي حاجة تسمعها كورسات راجل لأ. كذلك حيواني. أراضي لأ، أراضي فيه تدريبات وفيه كورسات، مثلا في كورس اللي هو الهيدروبونيك الأكوابونيك، دي كلها اللي هي الزراعة المائية، دي كلها من مجالات أراضي ومجال وبساتين كمان. يعني بساتين بتشترك مع أراضي في الحتة دي. كمان اللاندسكيب الفيرمي كومبوست، لا أراضي لها كورسات كتيرة أونلاين موجودة وبرضه سيشنات. وبرضه يا شباب يعني إضافة لكلام الباشمهندس لحد إن شاء الله ما يجي، هو غالبا عنده مشكلة نت أو أيا كان. بالنسبة لشباب زراعة، من يعني المهارات المهمة أو الطالب يشتغل عليها اللغة كويس، إنك يبقى عظيم جدا لو بدأنا من إحنا ولسه بندرس نطور نفسينا في اللغة الإنجليزية. دي بصفة عامة سواء كنت زراعة أو أي كلية تاني، هتفيدك جدا إنك أنت تبدأ تطور نفسك في اللغة، هتفتح ليك فرص أكتر وأكتر. دي نقطة. النقطة التانية ICDL. ICDL لما تبدأ تتعلم ال ICDL وتبدأ تكون تعرف تستخدم برامج الأوفيس، دي نقطة برضو كويسة جدا. ممكن تقدر تشتغل بيها كفريلانسر. برضو إنك تنزل تدريبات في شركات أو مزارع، دي نقطة برضه هتساعدك تكون محتك أكتر بسوق العمل. هي وكمان التطوع نحاول نتطوع في أماكن تكون هتفيدنا وتساعدنا بالنسبة لينا إحنا كشباب زراعة. في أماكن كتير تطوع، ولكن إحنا نحاول لما نيجي نتطوع في مكان هيكون هيضيف لينا، زي مثلا على سبيل المثال مكان كنت متطوع فيه وأضاف لي، يعني ده بعد فضل ربنا، اسمه الفاو موديل. المكان ده بصراحة كويس جدا جدا. هيضيف للشخص مهارات، هيضيف لك من جهة إنك لما تدخل لجنة فعلا تستفيد وتتعلم. النقطة التانية جهة العلاقات المعارف. دي نقطة برضو. في نقطة دلوقتي مهمة جدا زي ما اتكلم عنها صديقي الحفناوي، هي ان دلوقتي هيبقى حاجة كويسة جدا وعظيم جدا لو انا بجانب اللي هو يعني ايا كان مجالي او تخصصي في الزراعة، يفضل لو انا بقدم محتوى على السوشيال ميديا، هبدأ اشوف بقى، حاب اشارك الافضل بالنسبة لي وبالنسبة للجمهور هو مثلا على الواتساب، ولا الافضل اللي هو ان انا اكمل مثلا على الفيسبوك، ولا الافضل اني ممكن اختار لينكد ان. تمام. نقطة زي دي تكون عامل براند لنفسك كويس جدا. انت حد بتشارك بتتكلم عن المجال، فمثلا في HR متابعينك، في مديرين شركات، ناس اصحاب قرار، فهتلاقي تبدأ تفتح لك فرص. حد يقول لك طب تمام جدا، ما تيجي تتكلم معانا مثلا عن المحتوى وعن المجال ده في سيشن. طب ده احنا محتاجينك تنزل معانا مثلا في الشركة كتدريب، كتطوع ايا كان، بحيث برضه يعرف الشخص اكتر هل الشخص ده فعلا شاطر في النقطة دي ولا. فكل النقاط دي وكل المهارات دي هتفرق معاك جدا، فنحاول نستغل وقت الدراسة ان احنا نطور من مهاراتنا، لانه بعد التخرج بقى للأسف مش هتلاقي وقت كافي انك تطور من نفسك. ليه؟ لانك هتلاقي يا دوب خلصت تخرج، فتخرجت على خير، اللي هو لقيت الجيش. طب بعد الجيش اللي هو هتبدأ تشوف تكون نفسك، هتبدأ تشوف تنزل تشتغل. طب الشغل، طب انت محتاج انك يكون مثلا تلاقي في الايام بيقول لك حد عنده مهارة التواصل، حد يعرف الاي سي دي ال. طب انا ما اشتغلتش حد دي، طب فما فيش فكرة ان انا اقول مثلا او اقول اللي هو لا استنى بقى بعد التخرج علشان اللي هو
أبدأ أطور من نفسي. لا يفضل إن أنا بدرس أستغل الوقت ده وأتابع الشركات. نقطة كمان مهمة جدا جدا جدا، إن أنا خلال فترة الدراسة أتابع الشركات الHR، أتابع الإعلانات يعني في المجال الزراعي. ليه؟ لأنه أنا وبتابع الإعلانات ببدأ أشوف هل اللي هو الإعلانات دي مثلا محتاجين مهندس زراعي مثلا تخصص مبيدات، طب ايه المهارات اللي محتاجينها في الشخص ده والمهندس ده محتاجين مثلا مهارات 1 2 3 4. طيب تمام جدا، أبدأ أنا وبدرس أشتغل على المهارات دي وأطور نفسي عشان إن شاء الله لما أتخرج على خير تمام أبدأ أكون مؤهل للنقطة دي. تمام. وبرضه لو حابب تفتح مشاريع في مشروع عندك ممكن تبدأ في المبيدات، دي نقطة. الدواجن ده مشروع تاني. يعني شدوا حيلكم يا شباب واستغلوا فترة الدراسة على خير، لأنه هتفرق جدا معاكم، وبالتوفيق إن شاء الله، ودمتم بخير. ولو في أي حاجة طبعا هو الباشمهندس حفناوي خرج فلعله خير، يعني هو لحد دلوقتي ما جاشي، فخير إن شاء الله. ولكن إن شاء الله هسيبلكم في الكومنتات وسائل التواصل لي، سيبلكم إن شاء الله يعني مصادر تفيدكم في المجال الزراعي، وبالتوفيق ودمتم بخير. شكرا خالص ليكم لوقتكم.